السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. زي ما وعدتكم هنزل لكم الحلويات اللي احنا عملناها في الحفلة اللي كانت في الجامع. من عجينة واحدة عملت صنفين حلو زي ما شايفين بكيلو دقيق ما شاء الله. يلا نسمي الله ونشوف وصفاتنا النهاردة. نجيب أول حاجة بولة، حطيت كوباية من المية الدافية، مية دافية كده تستحمليها عشان خاطر الخميرة تشتغل بسرعة. وحطيت 3 معالق من السكر، وحطيت كيس من الخميرة البيرة. لو عندك خميرة جاهزة تمام. هقلب كده السكر، طبعا الخميرة بتحب السكر وبتشتغل بسرعة، بس اهم حاجة المية تبقى دافية، لو سخنة هتموت الخميرة، ولو ساقعة برضو هتخلي الخميرة تشتغل ببطء كده، فهي دافية بتبقى مظبوطة. وحطيت بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت 3 معالق من اللبن البودرة. هقلبهم كويس كده اتأكد مفيش اي تكتلات، وانزل بقى بكيلو من الدقيق. حطيت عليه رشة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر. هقلب كده واعجن لحد ما العجينة تلم معايا بالشكل ده. ما شاء الله كيلو دقيق هنعمل بيه صفين حلو. هنعمل دونتس وسينابون. وعملنا برضو كب كيك، بس اللي عايز الوصفة يدخل على قناتي هبة من الألف للياء. بس حبيت النهاردة انزل لكم بعجينة واحدة الوصفتين دول مع بعض. بعد ما عجنت معايا والعجينة لمت، حطيت 3 معالق من الزبدة. ممكن تحط زيت، بس فعلا الزبدة بتفرق في الطعم، بتخلي العجينة في حتة تانية خالص. اول ما ننزل بالزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، العجينة هتتقطع معاكي، بس تعجن لمدة 5 دقايق هتلم وتبقى بالشكل ده. يلا كده هغطيها بقى واسيبها تخمر في مكان دافي، يعني من مدة ساعة لساعة ونص على حسب درجة حرارة المكان. وهنا ما شاء الله الخميرة خمرت معايا. بعد ساعة انا بشغل الفرن واطفي عليها، واول ما تهدى كده اروح ادخل الخميرة اطفي عليها واحط الخميرة، اي خميرة معايا تخمر بسرعة ما بتكملش نص ساعة. نص بقى هناخد نص العجينة هنعملها دونتس، ونص العجينة هنعملها سينابون. أول حاجة هبتدي بالسينابون. هاخد كده مقدار كورة كده، وهفردها كده على شكل مستطيل، وهاجي بالأطراف كده بالسكينة نسويها بالشكل ده زي ما شايفين. وهاجي بقى بمعلقتين زبدة وهدهن بيها العجينة، تكون زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. هدهن كده بظهر المعلقة. بعدين بقى هجيب الخليط اللي احنا بنعمله مع بعض، سكر بودرة. حطيت 4 معالق سكر بودرة و4 معالق من الكاكاو الخام المحلى، وحطيت 3 معالق من القرفة. اللي بيحب القرفة ممكن يزود الطعم، اللي بيحبهاش ممكن يستغنى عنها خالص يحط كاكاو بس. انا بحط الاتنين مع بعض فعلا، ما بتحسيش بده ولا بده، بتحس الطعم جميل. يلا كده هلف فلور وهقفل على الاطراف وهقطعها بالشكل ده. طبعا عشان الحفلة كان فيها اطفال قطعناها كده ايه، ميني سينابون، يعني حاجة صغيرة كده في كوبايات صغيرة. ومعايا الكوبايات دي ورقية بتدخل الفرن، بدخلهم على صاج وبيدخل الفرن، ما بتتحركش ولا اي حاجة، وبتسوي زي الفل. هرص كده كل واحدة فيها سينابون، ودي بتخمر تاني، بس الخمران التاني بيبقى اسرع من الاولاني، يعني 10 دقايق كده يعني. جبت بقى كرة تاني من العجينة، وهعملها برضو سينابون. انا قسمت نص العجينة بس عشان خاطر عندي الرخام الصغيرة قسمتها على 2. يلا وهنعمل نفس الخطوات اللي عملناها في المرة الأولى. نفرد العجينة مستطيل ونسويها ونحط الزبدة، ونحط الخليط اللي هو السكر مع القرفة مع الكاكاو. عايزة اقول لكم يا جماعة، اللي ما جربش الوصفة دي ولا داق السينابون، لا لازم تجربوه، طعمه خطير جدا. عايزاكم ان شاء الله تجربوه تعملوه وتقولوا لي رأيكم ايه فيه، الناس اللي ما جربتوش ولا دقيته قبل كده. هقفل كده على الاطراف، وهنقطع كده بالسكينة. لو حابة تعمليه اكبر من كده تعمليه، بس احنا زي ما قلنا عشان فيه اطفال. يلا بقى كده ونرص في الكوبايات دي، ونحط في صاج، وهغطيه بقى واسيبه يخمر في مكان دافي لحد ما نجهز معانا الدوناتس. شايفين الصاج اللي احنا حطينا عليه، عشان ما ينفعش طبعا، عشان يستحمل السخونة. هسيبه كده غطيته وهسيبه في مكان دافي لحد ما اخلص الدوناتس. جبت بقى نص العجينة بتاعتي، هفردها برضو بسمك 2 سنتي كده زي ما شايفين، واي كوباية عندك، لو ما عندكيش القطاعة بتاعت الدوناتس.
وفي النص كده هنعمل فتحة بالشكل ده. أي غطا عندك، غطا دوا أو غطا جزازة مية، أي حاجة مدورة بالشكل ده، دي غطا جزازة مية في النص. والعجين اللي بيطلع ده كله بيتلم وبيتعجن تاني، بنريحه بس 5 كده ويتفرد تاني، مفيش أي حاجة بتترمي. هعمل كله بالكمية دي واغطيه برضو واسيبه يخمر في مكان دافي. برضو الخمران التاني قلنا ما بيكملش 10 دقايق. هنا بعد الخمران شايفين ما شاء الله 10 دقايق على طول. وهقليه الدونتس ده هيتقلي، بحط الزيت على النار على نار وسط وبقليه، بياخد اللون الذهبي، بقلبه على الناحيتين وبطلعه على طول. اما السينابون شايفين ما شاء الله بعد ما خمر ده لسه ما استوى، ده في الخمران. ده بقى بيدخل على فرن سخن في الشبكة في الرف الوسطاني، ما بيكملش تلت ساعة ويستوي معايا وزي الفل. زي ما شايفين ما شاء الله خد اللون الذهبي، ما بولعش شواية وبيستوي على طول. والدونس ده قليته معاكم قبل كده، ولو حابة برضو تعرفي بالتفصيل بيدخل على زيت وسط، مبخليش الزيت سخن ولا بارد، وبنجليه وبحطه على ورق زبدة عشان يصفي يا اما مصفاية. وهنا بقى التزويق بتاعه، ممكن الشوكولاتة اسيحها على حمام مية، او لو عندك مايكروويف تحط الشوكولاتة تدوب، معلقتين زيت تديها لمعة. انا كان عندي شوكولاتة بيضة سيحتها على البخار وبغطس فيها كده، وعليها الفورماسي او اي عندك اي مكسرات عندك. وده الكب كيك اللي عملناه. لو حابة تعرفيه بالتفصيل ادخلي على قناتي هبة من الألف للياء. عملته كده برضو حجم صغير للأطفال. أما الدونتس بقى، أما بقى السينابون ده بقى بيتعمل له صوص جميل وخطير. عبارة عن نص كوباية مية في الخلاط تكون مغلية، وحطيت عليها نص كوباية سكر، وحطيت عليها نص كوباية لبن بودرة، وخليت الخليط يبرد في التلاجة. أول ما برد ضربت عليه نص كريم شانتيه وضربته بالمضرب. بصوا أحلى وأجمل صوص جبنة للسينابون تعمليه. وحطيت جبنة مثلثات. أنا هسيبلك كل المقادير في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده بيبقى سهم صغير جنب العنوان، لو حابة تعرفي الوصفة بالتفصيل. أي بقى زوجنا من فوق بأي صوص شوكولاتة عندك. أنا كان عندي صوص فراولة ومانجا زوجت بيه بالشكل ده. دي بقى الوصفات اللي عملناها. بصوا ما شاء الله من كيلو دقيق عملنا أحلى حاجة فرحنا بيها أطفالنا. فاكرين لما قلت لكم على الحفلة وهم ما شاء الله كل واحدة فيهم عملت صنف، ودي كانت أصنافي. زي ما وعدتكم قلت لكم هنزل الوصفات اللي أنا عملتها، وده هو اللي عملته. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان كل واحدة فيهم عاملة صنف أحلى من التاني. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. أتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم الوصفات دي، وأشوفكم على خير.